اتفضل. الو، في ميعادك مظبوط. كله تمام؟ انا جاهز طبعا. وانت؟ يبقى ميعادنا بكره. سلم وتستلم. بس اللي مش قادره افهمه هو ليه سرق الجمعيه التعاونيه؟ عشان يدفع ثمن الجنابل الزمنيه. يا خبر اسود، جنابل زمنيه؟ ده هيبقى تحقيق صحفي مثير جدا. ايوه بس مش هتلحقي تكتبي حاجه. ليه؟ لاني هفسد له كل شيء. ازاي؟ بصي، شوفي الورقه دي. وريني. فيها اسامي وعناوين كل الخبراء في الخدع السينمائيه، كنت هفوت عليهم لولا العربيه وقفت مني، بس انا بقى من نجمه هعدي عليهم قمر. زي الفل يا ذوق. في يا عم حسنين، وبعدين مش نخبط قبل ما تخش. الله، انت عندك ضيوف؟ دول مش ضيوف، الانسه سوسن صحفيه. صحفيه؟ ايوه ايوه يا عم، ما انت بقيت مشهور اهو. عايز يقول خلاص يا عم حسنين. اصل يمكن اخرج والشراب بتاعي مغسول. البشمشم هيريحك قوي يا عم حسنين. مع السلامه. هو الشمشم مقطوع يا عم حسن الله يهديك. مع السلامه. انا عايز اعرف بس، انت كل ما بتشوفني بتزعقلي ليه؟ انا بقول لك بعدين يا عم حسنين. مع السلامه. مع السلامه. انت بتعمل ايه انت كمان؟ انا بنقل الاسامي والعناوين. بمناسبه ايه؟ بمناسبه انك مش بس لقيت اللي يصدقك، لا ده انت لقيت كمان اللي هيساعدك. لا لحد هنا متشكرين قوي، ما يلزمنيش. وفيها ايه بس يا استاذ رامي لما يكون حد معاك اثناء حدوث الحادث؟ لاني عايز امنع وقوع الجريمه وحضرتك عايزاها تحصل. كل اللي يهمك انك تكسبي سبق صحفي وبس. يا استاذ رامي، الصحافه دي عالم كبير، دنيا تانية ما ينجحش ويلمع فيها غير اللي يعرف يخلق سكته، اللي يقدر يلوي دراع الصعب ويطوعه لهدفه. وحضرتك بقى بقيت هدفي. اني؟ ايوه انت طبعا. الحادث اثناء حدوثه اكون انا كاتباه ومصوراه ونشره كمان. وانا لا يمكن اسمح بكده ابدا. الله لا لا، احنا هنختلف تاني ولا ايه يا استاذ رامي؟ نختلف. طب بتزعق كده ليه؟ ازعج زي ما انا عايز، العجب عاجبه والعجب ان شاء الله معاجبه. كده؟ افهم من كده بقى انك بتطردني يا استاذ رامي؟ افهميها زي ما تفهميها يا اخي. بس يكون في علمك هتلاقيني وراك في كل خطوه تخطوها، انا صحفيه وده من حقي. انت مش عايزه تفهميني ليه؟ الراجل ده معاه جنابل. سوري انا مطروده. عارفه يعني ايه جنابل؟ يعني حاجات بتدمر، حاجات بتنفجر، حاجات بتفرجع. الخيل اللي هناك. يلا يا محمد، هو فين؟ كيف هو فين؟ اللمبه فين؟ سلام يا سلام. يلا يا سلام. جاكيت سلام بسرعه. جاكيت. يلا نجد جوه يا جماعه. يلا بسرعه يا جماعه. ها؟ هو انت ايه اللي جابك هنا؟ انا قلت يمكن يكتشفوني ولا حاجه. اسمع ما طلعش هو، بين على ابراهيم منسي. ماني كنت عنده بعد الميكانيكي وبرضه مش هو. يبقى خلاص على السوق ده. يلا اتحرك، انت واقف كده ليه؟ انا مش فاهمه ايه العربيه الانتيكه بتاعتك دي. عايزين نادي. ازق. عربيتك بالها سريعه قوي كده ليه؟ انت بتهزري وفي واحد هيتقتل؟ ايه يتقتل؟ مين ده؟ ده سوقي. ده السوق ايه؟ يتقتل ليه وازاي؟ ماني الفت في السيناريو الهباب دي ان الراجل بعد ما بيعمل له متفجرات بيجي مجدي ويدخل عليه. وبعدين؟
وبعد كده هيسبك الجريمه عشان تبان انها انتحار. وليه ده كله؟ عشان البوليس ما توصلش للعمل الجنابي، وبكده ما يعرفش مصدرها، ويقدر سمير ولا مجدي يكمل الاخر. ده انت مخك تخين قوي. ده انت طلعت مؤلف دموي بشكل. ايه ده؟ مفيش اسانسير؟ كويس اللي فيه سلالم. اطلعي اطلعي. الظاهر مفيش حد هنا. دستور. استاذ سوقي. استاذ سوقي. يا الله اللي هنا. استاذ سوقي. يا عم سوقي. الظاهر مفيش حد هنا. يلا بينا. ايه؟ ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. اسكت. يا خسارة، يا ريتني جبت الكاميرا معايا. احنا فيه ولا بايه؟ هو دي وقته؟ صاير في حد جاي. ايه؟ في حد جاي؟ يا سلام سوخي. اسكت، استنى هنا. في حد شافني؟ محدش. بعدين افرض واحنا اللي قتلناه. طيب في حد تاني جاي؟ لا مفيش. يلا بينا. فينا. البوليس هيجي. استنى يا مجنون. بس اسمع بس. انت يا خروة. انت يا خروة. استنى بس يا مجنون. انت اصبر بس اللي ابعت المجلة يبعتولي مصور. يا مجنون. استنى بس اسمع. انا عارف اللي بتقول في دماغك، لكن لا، هبلغ يعني هبلغ. هتدخل في متاهات ما انتش قدها، صدقني. ما لو ما كنتش كتبت الروايه الهباب دي ما كانش حصل اللي حصل ولسه هيحصل، لكن ولا ومش هروح الجيش، لا، على مديريه الامن عيدك. صدقني البوليس ما منوش فايده دلوقتي، اصبر شويه. انت يا رامي يا خروع، انت يا خروع. اركبي. برضه هتبلغ؟ ايوه. تاكسي. برضه هبلغ. ادخل. كلامك طلع مظبوط. احنا فعلا وجدنا جثة المنتحر. أؤكد لسيادتك إنه اتقتل. اللي يؤكد ده تقرير الطبيب الشرعي. خليك قاعد. عموما التقرير المبدئي مش هيتأخر كتير. قول لي بقى يا أستاذ رامي، أنت أطلب لك قهوة؟ ألف شكر. إيه اللي وداك مكان الجريمة بعد وقوع الحادث؟ وإيه اللي خلاك تعتقد إن دسوقي مات مقتول مش منتحر؟ ثم إيه حكاية البنت سوسن الصحفية دي؟ آنسة سوسن عبد السلام. افندم. المقدم شاوي، مباحث الجناية. اهلا. افندم. لو سمحتي، عايزينك في المديرية. انا؟ ليه؟ لو سمحتي، من غير شوشرة. أوي حاضر، تحت امرك. حدوته غريبة فعلا، بس دي يا دوبك اشوفها في السينما علشان اصدقها. لكن تتحول لواقع، اسف، لا العقل ولا المنطق يقبلها.
يا فندم لازم تصدقني، ضروري تصدقني، ارجوك تصدقني. خليك قاعد ومن غير انفعال، انا ما بحبش العصبيه. حاضر. ما تنساش ان انا راجل شرطه ويلزمني الدليل. عندك دليل؟ كل اللي حكيته لسيادتك ده مش دليل، دي حاجه واضحه زي الشمس. ادخل. صحفيه معايا. خليها تدخل يا شوقي. يا ما انت كريم يا رب، الحمد لله. نهارك سعيد يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضلي. الحمد لله انك جيتي. احكي له بقى على اللي حصل لانه مش مصدقني. قول. استاذ رامي. نعم. انا هنا اللي بوجه الاسئله. اسف. اتفضل سيادتك اسال. اسال. تعرف الاستاذ ده؟ لا يا فندم. ها؟ ولا عمرك شفتيه قبل كده؟ لا يا فندم، عمري ما شفته قبل كده. ها؟ كنت معاه ساعه اكتشاف الحادث؟ حادثة ايه يا فندم؟ انتحار دسوقي خليل في المنيل. افتكر وحياة ابوك ما توديناش في داهيه. دسوقي يا فندم. انا كنت موجودة هناك، بس كنت لوحدي بصفتي المهنية صحفية وبتغطي خبر. سوسن، انت بتقولي ايه؟ ايه سوسن دي؟ من فضلك يا استاذ تحترم نفسك. يا صنازوخي، انت عايزه جنانيني؟ هو ايه يا فندم الموضوع بالظبط؟ الاستاذ رامي استشهد بيكي، فاضطرينا نطلبك طبعا. طيب ممكن انا استأذن بعد اذن حضرتك، لان ورايا شغل كتير قوي في المجله. مع السلامه. شكرا، سلام عليكم. انسه سوسن، أفندم. يا ريت لو عرفت حاجه بخصوص الحادث تتصلي بيا. قوي تحت امرك. امشي؟ اتفضلي. سلام عليكم. واسفين لازعاج حضرتك. تمشي ازاي؟ والله العظيم ده انا كنت بعت اتمجدك. يعني انت لسه مصر ان دسوقي اتقتل؟ ايوه. وان هو ما انتحرش؟ ايوه. وانا كنت موجود في مكان الحادث؟ ايوه. وكنت عارف ان الجريمه هتحصل من قبل ما تحصل؟ ايوه يا بيه، ايوه يا شاوي، خدوا على الحجز. يا زلمه صغير. ايه؟ بتبصوا لي ليه؟ من ساعة ما جيت وانت بتبصوا لي ليه؟ أنا ما عملتش جريمة. أنا ما نشلتش حد، لا. أنا اللي جابوني هنا غلط. إيه والله؟ أهلا. قوم. مين دي؟ فجر. يعني إيه؟ ازاي؟ ولع لي. هو انا فهمت الاولى والثانيه لما هتقول لي الثالثه؟ اطلع بسجاره. ما بشربوش. طب ايه بتمنى؟ ايدك تقيله يا جدع، انت تقيله من حكيت، انت مش عارف انت بتكلم مين؟ هكلم مين يعني؟ تطلع مين انت حضرتك؟ انا رامي جاش ثروه من ثروات البلد، مؤلف سينمائي، سيناريست. هو انت؟ يا نهار اسود. لا بقول لكم ايه؟ عليك مش عارف، احسن ثلاثه والله العظيم ثلاثه هحبسكم كلكم. ايوه هتشكي لي مدير الامن. استاذ رامي؟ اتفضل يا بيه. لا ملوش لازمه. والله العظيم ثلاثه ما قتلته. انا فنان يا بيه، انا سيناريست، وكل اللي ذكرته حقيقي، ولا ده هيدعاني. بلاش خطب وحياة والدك واهدى. حاضر يا بيه، حاضر. ده تقرير مبدئي للطب الشرعي بيؤكد ان السيد المذكور دسوقي خليل مات باسفكسيا خنق، ولا توجد بالجثه اثر لجروح او كدمات تدل على وقوع اعتداء عليه او اي مقاومه من ناحيته. يعني الراجل مات منتحر. يا فندم مجدي، قصدي سمير جه من وراه وخنق وبعدين شنق، هيجوز ازاي بس؟ لا اله الا الله. نرجع للتخاريف دي تاني. والله العظيم ده انت ما بخرف. عندك دليل؟ غير اللي قلته ما عنديش. يبقى اتفضل مع السلامه. يا بيه انا غلطان، ده لو كتير لسه هتحصل. امشي قبل ما افقد اعصابي. الله انت مش هتسمعني ليه بقى؟ كلمه واحده زياده هوجه لك تهمه ازعاج السلطات وحرميك في الحد. لا حجز، لا حجز. شاوي. لا خليك يا شاوي، خلاص يا بيه. ده زوجي انتحر وما حدش جاته، كل شيء تمام. همشي بقى يا بيه.
تمشي وما اشوفش وشك تاني، مفهوم؟ مفهوم يا بيه، مفهوم ونص. سلام عليكم. سلام. لا مؤاخذة يا شباب، لا مؤاخذة، خليك مستريح يا اخويا، انا عارف طريق. سلام عليكم يا بيه. اكيد الراجل ده مجنون. بس اصراره مش طبيعي. خلي عينك عليه يا شوقي لحد ما يجي التقرير النهائي للطب الشرعي. مين عارف؟ كل شيء جايز. قولي كمان تيجي لحد هنا برجليكي. بقول لك ايه؟ تهديد انا ما بتهددش، عنف انا اعرف ادافع عن نفسي كويس، احسن لك نستوعب بالعقل. عقل؟ هو قاعد فيها عقل؟ الله، ايه ده يا استاذ اسكت رامي؟ انت خالص. عيب كده يا استاذ رامي، انت راجل فنان والمفروض انك تبقى رقيق وحسيس. وانت المفروض يكون عندك ادب واخلاق، تتبالي عليا وطلعيني كداب علي. طب ندخل جوه نتفاهم. مفيش بينا اي تفاهم. وايه اسكت الحكايه؟ انت، انا مرجوك منك. معلش يا عم حسنين، خش انت ارتاح شويه. انا مش تعبان. معلش خش ارتاح يا اخي، خش بس. ما اعرفوش، ما شفتوش. احترم نفسك يا استاذ، فاكر ايه؟ انا مش حذرتك من متاهات البوليس، وبعدين انا كان لازم اعمل كده عشان لما واحد يتسجن التاني ينقذه. ايوه هتسجن وترمي في الحجز طبعا، ما انت عايزه جنازه وتشبعي فيها لط، واكتبي يا صحاف. بس هدي خلقك، بس هدي خلقك، مش تعزمني على شيء. مش عايزك على زين. طب اوعى ما ارد على التليفون. ما تجيش على دلوقتي. الو، نعم مين؟ ايوه انا رامي، مين بيتكلم؟ تعرفني كويس. أنا بطل فيلمك الأخير ساعة الخطر. مش سمير، أنا مجدي زي ما أنت سميتني في الفيلم. اسمع مجدي، سواء كنت سمير ولا كنت مجدي فاني بحذرك. ايوه بحذرك، انت بتلعب بالنار ونهايتك هتكون اسوأ من النهايه المكتوبه في السيناريو. ايوه ده بدل ما تشكرني على إني بنفذ لك الفيلم، بلاش العصبية دي واسمعني كويس. أنا بقى اللي بحذرك، ما تحاولش تقف في طريقي لأني ناوي أستمر للآخر. وأنت عارف أنا معايا إيه؟ لو حاولت تتدخل هديك بقنبلة. تنسفني. الو 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 الو. سمعتي؟ سمعت. وبعدين هنعمل ايه؟ بتجمعي ليه؟ ايه هنعمل ليه؟ امال اسيبك في الظروف دي لوحدك؟ انت عايزه ايه مني بالظبط؟ افهم بس، دلوقتي المجرم بيهددك، معنى كده انه مراقبك، يعني لازم حد يكون جنبك، حد يعمل لك خداع، تمويه، دايفرجن. إيه؟ لا، أنا مش هتحرك من ايدي، أنا هسمع كلامه، العمر مش بعزاك، دي هيهديني بجنبيلي. ايه يعني لما يهديك بقنبله؟ الله، ده مش معناه انك تتراجع. ايوه يا اختي ايوه، وانت خاص عليك ايه؟ انا اموت واروح في 60 داهيه وانت تكتبني وتسلط عليك الاضواء. طب بس افهم بس، تعالى نروح في حته هاديه نفكر فيها سوا. لا، أنا مش هتحرك من هنا يا هو. طب اتعشيت؟ وأنا كنت اتغديت لما هتعشي؟ خلاص قوم بينا اعزمك على العشاء. مش عايز. ما تعملش فيها بتاع بقى، انا اللي هدفع. قلت لك مش عايز، مش هتحرك من هنا. ايه؟ كل لحد ما تشبع، اطلب اللي نفسك فيه، الحساب كله عليا. انت هتعايريني من اولها؟ خلاص مش واقف. سيدتي نفسي. بعد ما وزعت الاطباق كلها يا سيدي بالهنا والشفا. بعدين انت بتتنشن ليه؟ قاعدين في مكان جميل ومزيكا جميله، فك كده وخليك ريلاكس، عايزين نتكلم مع بعض. ايوه عشان نتكلم في موضوع سمير برضك، مش كده؟ لا مش هنجيب حكايه سمير دي خالص، عايزين نتكلم عني وعنك، مش آن الأوان نتعرف على بعض. اسمي رامي عبد الودود عم مجيد عم مقصود. امال فين جشوع؟ دي اسم الشهرة. لا يا شيخ، وما لقيتش اسم اصعب من كده شويه. المهم المؤهل دبلوم زراعة، الوظيفة أمين مخازن الجمعية الزراعية بتاعت بلدنا، وحاليا سيناريست. الله، جمعية زراعية؟ ايه اللي جاب الزراعة للتأليف؟ دي هغيت عمري وأنا عندي 7 سنين، بعت للصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون إن في حد يسأل فيه ولا حتى لمن تنادي. امال ازاي بقى دخلت عالم السيمة؟ أحكي لك يا ستي. بعد ما أمي ماتت الله يرحمها ما بجريش حد في البلد غير جوز أمي. بعت نص جرات اللي حيلتي وهجيت على مصر. رحت واخد الروف المفروش بتليفوني الحلو دي
وقعدت الف على المنتجين لحد ما ربنا فتحها في وشي وبعت اول سيناريو ورحت مشتري العربيه بالقسط. يعني لازم يبقى لي قيمه في الوسط. طبعا. لحد ما طلع لي سمير الله يخرب بيته عشان يكفي لها في وشي مره تانية. الله، مش قلنا بلاش سيره سمير دي خالص؟ ايوه عندك حاجه. قال لي قاعدين يكفيكوا شر الجايين. المهم انت ايه حكايتك بقى؟ انا بقى يا سيدي لاني وحيده ابويا وامي، فالناس طبعا بتقول اني لازم اكون متدلعه، وعشان كده انا عايزه اثبت العكس. علموني كويس وربوني كويس لحد ما اتخرجت من كليه الاعلام قسم صحافه، ولاني بحب الصحافه جدا جدا جدا، فعايزه اولا اثبت اني جديره بثقه اهلي فيا، ثانيا الاقي الفرصه اللي تخليني اكون ناجحه ومشهوره. وعايزه تلاقي الفرصه فوق قصص ضحايا سمير، مش كده؟ لا 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 خالص، انا فعلا عايزه الاقي الفرصه دي بامانه. ايه بتبص على ايه؟ لا ابدا مفيش حاجه. ها وبعدين كملي. عشان كده يا سيدي بدل ما هصور الجريمه وهي بتحصل، هصورك انت وانت بتمنعها. كلام رجالي؟ كلام رجال. معلش لا مؤاخذه، بقول لك ايه؟ ما يلا بينا نمشي من هنا. لسه بدري. معلش يا اخ، الحساب لسه بدري. معلش وبعدين الحساب. انا اللي هدفع الحساب. وانا اللي كلت. انا ازمان. انا مش عايز فيها جمايل. هات يا عم. كام دول؟ يا سوسن دايما كده تحرجيني وتحلفي. خدي يلا. يا ساتر. ايه في ايه؟ ما تفتح. بقول لك ايه، تعالي. في حد بيراقبني. حد ايه بيراقبك؟ وانا في المطعم حسيت ان في حد بيبص في قفاي، ولما رحنا العربيه لمحته. حد مين؟ تفتكر سمير؟ هو في حد؟ تعال. انا لما يقرب مني انا هلف من وراه واكتفه. وافرض ما قدرتش عليه؟ ايه ده انا اللي بكتب كده. المهم انا اول ما اكفشه انت هتلاقي التليفون على طول. اطلب البوليس؟ لا، عادل بيه شخصيا. عادل بيه، ها انت معاك التليفون بتاعه عشان ما يبقاش يقول لي عليها بخرف. امسكي دي وصيتك النضاره. تجنى عشان بالله يا رب. هو اني رايح. قول لي انت فين؟ قول لي. قول لي. قول لي انت فين؟ قول لي. لا انت ما ينفعش. قول لي انت فين؟ سوسن؟ هو انت مش سوسن؟ ايه؟ يا سوسن!